أهلا وسهلا بيكم في قناة حكاية رعب بالعربي. إن شاء الله هيكون ده أول فيديو ليا معاكم، والقصة هتبدأ معانا. لقيت كتاب قديم في السوق. من وقتها حياتي كلها اتدمرت. أنا كنت دايما بحب أروح السوق والكتاب القديم، بحس إن ممكن ألاقي كنز وسط الحاجات دي. الناس ناسية ولا حاجة. ريحة الورق القديم الأصفر بتخليني أحس إني داخل على سر، حاجة مش كل الناس المفروض تعرفها. بس المرة ديت اللي لقيته ما كانش كنز. واللي حصل إن ساعة ما رحت السوق كنت ماشي وسط الرفوف، لما عيني وقعت على كتاب مختلف. الغلاف مش مكتوب عليه حاجة نهائي، بس الجلد شكله متآكل وهو كان قديم جدا. ولما قربت منه حسيت إن أنا مشدود للكتاب ده جدا. بصراحة أول مرة أتشد لكتاب مش عارف فيه إيه. كان في نقش غريب على الغلاف من بره، شبه وش، بس مش وش بني آدم طبيعي. وأخدت الكتاب فتحته. أول صفحة كانت فاضية تماما، بس التانية ما كانتش فاضية. كان مكتوب فيها بخط باين عليه إنه مكتوب بسرعة وبتوتر. كل صفحة كنت بقراها كانت بتحكي عن واحد بيعمل نفس اللي عملته، واخد الكتاب من نفس السوق ودخل بيه البيت، وابتدى يحس إنه مش لوحده. بدأت أحس بنفس الحاجات. المراية كنت كل شوية أبص عليها وأشوف انعكاس غريب، أكن حد واقف في الزاوية ورايا، حد واقف في ظهري. بس لما ألف وشي ملاقيش أي حد لاقيه ورايا. بصراحة أنا ابتديت أخاف جدا، والخوف اتملك مني. فجأة لقيت الأنوار عمالة تفصل وتشتغل لوحدها، تفصل وتشتغل لوحدها، وفي خطوات غريبة جدا في البيت وأنا قاعد لوحدي. وكل ليلة نفس الكابوس. ابتديت أخاف، وحسيت فعلا إن الكتاب ده وراه سر، والمفروض إن أنا معرفوش. جربت أتخلص منه عشان أريح نفسي. حاولت أولع فيه، فجأة الولاعة باظت مبقتش تشتغل، والشمعة اللي كنت ماسكها اتطفت لوحدها. أنا فعلا خفت، بس قُلت يعني ممكن يكون بيتهيأ لي أو ظروف. فأنا قُلت أبُص لآخر الكتاب. جِبت آخر صفحة، وديّة كانت الأسوأ فيهم. لقيت مكتوب فيها: لو وصلت لهنا هو وراك، لِف دلوقتي وبُص على الباب اللي وراك. أنا ما فيش باب ورايا، أنا كان ضهري للحيطة، ودي أوضتي وأنا عارفها الباب قدّامي، ما فيش باب ورايا. فقُلت أنا ألِف وأشوف فعلًا في حاجة والّا لأ. وفعلًا لفّيت ولقيت باب ما كانش موجود في الأوضة نهائي. باب قديم وبيصدر أصوات غريبة وكأنه بيتنفس. أنا خُفت، سِبت البيت وجريت وهربت. قُلت لازم أشوف حد يشوف لي حل للموضوع ده. ليّا واحد صاحبي إمام وخطيب مسجد، جريت عليه: يا محمد، الأمر بيقول 1، 2، 3. قال لي لازمًا آجي معاك البيت وأشوف الباب وأشوف الكتاب ده. وفعلًا جه معايا. أمّا وصلنا البيت ما لقيناش الباب. دَوّرت على الكتاب ما لقيتش الكتاب. قال لي الكتاب ده كتاب سحر ملعون، فواظب على قراءة القرآن والصلاة وذكر الله. ومن ساعتها بطلت أجرب أقرأ أي كتاب غريب. وأنت لو وصلت معايا لحد هنا دلوقتي أنا بقول لك لو لقيت أي كتاب شبه كده اوعى تحاول تفتحه. الكتاب مش لازما يتفتح. وشكرا جدا لإخواتي على حسن المتابعة. لو وصلت معايا لحد اللحظة دي في الفيديو ياريت ما تنساش تفعل الاشتراك عشان يوصلك كل جديد.